ليه؟ قالت ما في، قالوا ما فيش خبز، قال طب ما تاكلوا، ما ياكلوا جاتوه. الفكره حتى لو في مبالغه في هذه القصه، انما الفكره ايه؟ انه الناس مشيت لانها عندها احساس بالظلم عارم جدا، وفجاه وجدت انه قبضه الامن ما بقتش موجوده، وبالتالي اتاحوا لكل المشاعر السلبيه اللي عندهم والاحساس بالغبن انه يعبر عن نفسه. بالمناسبه ده حصل في مصر في وقائع التحرش الجنسي في رايي، واخد بال حضرتك؟ لانه الاعتداءات الجنسيه مش بالضروره يكون بواعثها جنسيه. يعني يعني منطقيا لما 500 شاب عايزين يتحرشوا بثلاث بنات هيتحرشوا بيهم ازاي؟ يعني هي فكره ايه؟ فكره ان انت عندك احساس بالغضب واحساس بالظلم قوي جدا، ولازم بيدفعك لسلوك عدواني. المفروض انه في هذا الاحساس العام بالظلم بيظهر مجموعه من الناس عندهم بقى اللي حضرتك بتقول عليه، وبالتالي بيحيلوا هذا الاحساس اللي ممكن يؤدي الى فوضى وتدمير الى نشاط سياسي شعبي يؤدي الى تغيير حقيقي ايجابي. هسألك عن وجودهم، بس قبل ما اسألك عن هذا الوجود، دكتور علاء وأنت طبيب، هل يمكن أن أكون مريضا ولا أشعر بمرضي؟ يعني المرض غير الشعور بالمرض، الظلم غير الإحساس بالظلم. طبعا. طبعا. هل الشعب المصري في أي مرحلة فيه؟ لا. عيان وعارف، ولا عيان ومش عارف إنه حامل الفيروس؟ لا، هو في وقوع الظلم. واخد بال حضرتك؟ دي أول درجة، ده لا تؤدي لأي احتجاج ولا أي حاجة. طب ما انا ايش عرفني ان ده ظلم؟ ما انا هقول يعني المواطن المصري حاسس انه مظلوم منين يعني؟ لا، ما هو عرفني. في وقوع الظلم، وفي الاحساس بالظلم، وفي الوعي باسباب الظلم. دي اعلى درجه. نشرحه. الوقوع الظلم ده حصل في تاريخ الانسانيه والناس ما اعترضتش، ما كان في عبوديه رهيبه ونظام اقطاعي يملك الارض ومن عليها لقرون، ده ظلم، بس ما كانش فيه احساس بالظلم. لما ابتدى الاحساس بالظلم، الاحساس بالظلم هنا بقى نوعين اللي انا قلت لحضرتك اهي، الاحساس العام بالظلم والاحساس باسباب الظلم، ولا بد القدره على تغييرها. ده بيبقى في مجموعه من الناس موجوده بقى يا دكتور، يعني موجوده. بس احنا عندنا مشكله في يعني لا اريد ان اكرر كلاما يقال كثيرا، ولكن احنا عندنا مشكله في خيانه مجموعه يعني ليست بقليله من اللي احنا مستنيين منهم، ده من المثقفين الذين يعلمون ربما افضل مننا احنا الاثنين ماذا يجب ان نفعل في مصر، ولكنهم يتقاعسون عن هذا الفعل لمصالح شخصيه. تفتكر يا دكتور، يعني تفتكر فعلا انه في ناس عارفه ايه ومدركه وشايفه ممكن يتعمل ايه بالظبط وبتتواطأ، ولا احنا برضه اللي واخدين فيهم قلم وفاكرين انهم عارفين، وهم ولا عارفين ولا نيله ولا مثقفين ولا نيله، وهم ناس مصلحجيه وانتهازيه؟ لا، هو مصلحجيه وانتهازيه بس يعني اقصد احنا مكبرينهم قوي برضه، يعني مكبرين جماعه سياسيه فاكرين انه كان الحلم بيها وان هي اللي هتقود وهي اللي تعمل، بينما هم اونطه وقش، واحنا بس اللي فاهمين غلط. يا استاذ ابراهيم، والنبي نراجع نفسنا، يمكن ده صحيح. انا هقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم، اللي ترزي القوانين، اللي بيعمل القوانين لخدمه الاستبداد والظلم ضد الشعب المصري، هو استاذ قانون ضليع. ليه يا فندم؟ طب ما النصاب اللي بينصب عليك في 20 جنيه نصاب ذكي، ده نصاب ذكي، انما مش استاذ اقتصاد. لا بس ده استاذ يعني قانون. مش يعني انا ما اقدرش اعمل قوانين ولا حضرتك. ده استاذ قانون، ده بيخون، بيعمل يا فندم قوانين اسمها قوانين سيئه السمعه. أيوه. وتبقى فضيحه وجرثه، يبقى دليل حرفه؟ لا، ده دليل خيابه. ما هو انت دليل خيابه من الناحيه ده زي الضابط اللي بيعمل محضر غلط، بس بيعمل وبيقطع المحضر وبيعمل محضر تاني، والنيابه بتاخد ميبيه، ولغايه دلوقتي انت شايف اللي بيحصل، واخد بال حضرتك؟ وهو بالظبط موازي في تقديري انا لطبيب المعتقل، لان الطبيب ده لما بيخرج بيقسم قسم انه يحترم النفس الانسانيه يقوم يعمل ايه بقى؟ يقلب، يعني يبقى. طب بعض اطباء المعتقلات للاسف بيكشفوا على اللي بيتعذب ويقولوا للي بيعذبه يستحمل كمان تعذيب. هو ده هي الخيانه، هي دي بالظبط. عندنا فصيل في مصر ده للاسف اللي هو طبيب المعتقلات، طبيب او طبيب التشريح، نمشيها برضه فوق الطبيب اللي يقدر يطبخ لك برضه زي ما انت عايز، شرعي زي ما انت عايز. وطبعا دي مشكله، لان ده المفروض دوره مش هنا، مش مكانه هنا ده خالص، ده مكانه مع الناس. ده بقى طبيب التشريح او طبيب المعتقل او استاذ السياسه او كاتب المقال او مقدم البرنامج او نائب البرلمان، ده اللي حضرتك بتقصد. حضرتك هتجد وجود مكثف من هؤلاء في الحزب الوطني.
هم دول اللي معطل. يعني انت الناس دول لو لو جم من حزب الوطن حطيناهم حزب تاني البلد هتتعدل؟ مش بالبساطه دي، بس لو انت وعيت بان انت عليك دور. احنا استاذ ابراهيم اتعلمنا جميعا بغض النظر عن خلفياتنا ولا كان اهالينا معانا فلوس ولا لا. انا اتعلمت في طب اسنان القاهره ب 16 جنيه في السنه، تمام. النهارده عشان تتعلم في طب اسنان في اي جامعه بتدفع 30 و40 الف جنيه في السنه. صحيح. الفرق بين ال 30,000 جنيه وال 16 جنيه دول دفعهم مين؟ دفعهم الناس المصريين اللي هم محشورين في المترو واللي هم قاعدين في العشوائيات. يا اخي ده الواحد لما يستلف من واحد حاجه وقت زنقه يظل مدينا له طول العمر. طيب المصريين دول اللي علمونا وخلونا كتاب وصحفيين وادباء وها. طب ابسط حاجه ان انت مش ضروري تقودهم، ما تبقاش ضدهم، ما تخدعهمش. بمناسبه تقودهم وما تبقاش ضدهم يا دكتور علاء، حضرتك كنت من اكثر الناس من اللحظه الاولى لحضور دكتور محمد البرادعي الى القاهره، كنت في استقباله في المطار، وكان له دلاله كبيره قوي. انه انا بعتبر الحقيقه انه اشهر اتنين في مصر على مستوى العالم الان هو دكتور محمد البرادعي ودكتور علاء الاسواني. يعني انت الاديب المصري العالمي بالمعنى الحرفي للكلمه. مش اقل من 6 اشهر في السنه انت متواجد بره، ما بين ندوات، ما بين امسيات، توقيع طبعات جديده، ترجمات لرواياتك. فحضورك هائل ورائع في العالم كله، واسمك يعني معتمد في كل الصحافه الدوليه كاديب مصري كبير وعالمي. فكان انتظارك لمحمد البرادعي له دلاله اخرى، انه هذا الشخص بهذا الثقل علاء الاسواني في استقبال شخص اخر في ثقل واهميه دوليه. لكن جرت المياه بما لا تشتهي بعض السفن يعني، واتغير الوضع. بقى فيه ثمة احساس بالاحباط لدى فريق من الناس نتيجة انه ما حصلش الاحلام او الامال او الطموحات على النحو اللي الناس توقعتها. انا محتاج منك تفسير في هذا السياق، وان بدا انه قاسي حتى. لا، هو الدكتور البرادعي طبعا اولا لابد ان اقول وهذا ما كتبته يعني انه الدكتور البرادعي لم يصنع التغيير في مصر ولم يصنع هذا الحراك. للامانه الحراك ده صنعه ناس تانية ودفعوا ثمن باهظ جدا من اول 2004 او من اول سنه 2000 لغايه دلوقتي. الدكتور البرادعي جاء في الوقت المناسب. يعني لو كان البرادعي جه في التسعينيات ما كانش حصل الحكايه دي. جه في الوقت المناسب، في حاله حركه، الناس عايزه تغيير، حاسه انه ما يحدث لا يمكن يستمر. البرادعي في صفات كثيره جدا تجعل الناس فعلا تجتمع حوله. حتى يعني من فتره طويله ما اجتمعش الاخوان والشيوعيين على شخص زي البرادعي والعباط والكل. انا لازلت طبعا احترم الدكتور البرادعي جدا واتمنى له انه وارى انه شخصيه عظيمه، ولكن انا كان في بيننا اختلافات في الراي في الطريقه التي يجب ان ندفع بها هذا التغيير الى ما يريده المصريون. هو له افكار وانا الحقيقه لم اكن لوحدي، كان في مجموعه من النخبه العظيمه، يعني الدكتور محمد غنيم، الدكتور محمد ابو الغار، الاستاذ حمدي انديل، الاستاذ عصام سلطان، الدكتور حسن نفع، ومستشار خضيري. احنا كنا المجموعه القريبه جدا. كانت لدينا رؤيه لما يجب ان نفعله. اختلفت، او الدكتور البرادعي اتضح بعد فتره انه يختلف معنا في هذا. ده لا يقلل اطلاقا من تقديري ليه. معلش انا مهتم اعرف الفرق بين الرؤيتين كده. يعني انا ارى انه انا كتبت ده، يعني انا بعد ما كتبت اول مقاله كتبت ماذا ينتظر المصريون من البرادعي. انا ارى وانت ليه يا دكتور اعتبرت ان المصريون بينتظروا من البرادعي كده؟ ليه ما بتقولش ان انت تنتظر ده من البرادعي؟ والله انا اعتبرت ان اللي انا شفته في يوم ما رحت المطار واللي شفته في كل انا زي حضرتك، يعني شغلتي ان انا اتابع المجتمع المصري. لقيت فعلا ان في ناس كانت منتظره وترى في البرادعي، ولا زال قطاع عريض جدا مصريين يعني يرون في البرادعي ده املا. راجل نضيف لم يتلوث من النظام، حقق نفسه في الخارج، له شكل الاب، والاب في مصر ده معنى كبير جدا، حاجات كتيره يعني. ماذا كانوا ينتظروا بقى؟ اللي انا قلت انه ينتظروا ان الدكتور البرادعي يقود التغيير في مصر. هناك فرق بين رمز التغيير الفكري وبين قائد الميداني للتغيير. رمز التغيير الفكري ده يعني
ناس كتيره جدا رموز للتغيير حضرتك منهم، واخد بالك؟ الله يحفظك. لا ده حقيقي. يعني الناس اللي قادت الراي العام على مدى سنوات علشان تقول له انه كده غلط والصح يبقى ازاي، ده رمز للتغيير الفكري. القائد الميداني في تقديري انا، القائد الميداني للتغيير له وظائف اخرى خالص.